عمركم سمعتوا عن صياد طلع يصطاد من غير ما يكون معاه مركب وشبكة وطعم؟ لازم بيكون في أدوات عشان الصياد يصطاد الفريسة بتاعته، وده اللي بيحصل كتير قوي لما نكون نلاقي إنه حالة تم فيها اختراق الخصوصية، خصوصية بدنية، خصوصية معرفية، مساحتي الشخصية. عشان حد يخترقها عادة بيكون صياد، والصياد بيقعد يفكر هو فين ممكن الاقي الفريسه بتاعتي؟ هل هي في المكان اللي الفريسه فاكره ان انا مصدر امان ليها؟ هل المكان ممكن يكون زحمه؟ هل المكان ممكن يكون محدش واخد باله؟ بالتاكيد بيختار المكان اللي هيقدر فيه يلاقي الفريسه بتاعته، واسهل فريسه هي الفريسه اللي ما تقدرش تعبر عن ان هي تم اصطيادها، واسهل فريسه هي الفريسه اللي بتبقى خاضعه لمعايير اجتماعيه هتلومها ان هي اتحطت كفريسه. هتقول لها اصل انت كنت هناك ليه؟ اصل انت كنت لابسه كده ليه؟ اصل انت كنت بتضحكي كده ليه؟ وكأن الفريسه هي اللي غلط، مش ان الصياد هو اللي كان عامل فيلم كبير وطالع بالمركب ومحضر الشبكه على انه مجرد ما يلاقي الفريسه يرمي الطعم. احيانا الفريسه بيكون طفل صغير، طفله صغيره. للاسف الشديد تكتشف ان ناس طالعه بتدافع عن الصياد، تقول يا حرام، اصل ما حدش يقطع عيشه، اصل ما حدش يأذيه، اصل ما حدش يعمل له ايه. هو احنا بنبرر الغلط تحت مسمى الصعبانيات؟ هو احنا الفعل الاجرامي ده اللي فيه انتهاك لبراءة طفل او براءة بنت صغيرة بنبرره تحت مسميات الصعبانيات المختلفة؟ من امتى واللي بيعمل حاجة غلط ما بيتعاقبش عليها؟ عشان مكسوفين؟ عشان خايفين؟ عشان عندنا نوع من انواع عدم المثابرة على ان احنا ناخد حق اولادنا؟ الصياد ممكن يكون جوه البيت، ممكن يكون من اللي بيترددوا على البيت، وممكن يكون اي شخص بره. افكاره ورغباته بتتحكم فيه بشكل ما فيهوش اي معايير اخلاقيه. اول ما هيلاقي فريسه هينتهك الفرصه. الفريسه ممكن تكون في اي عمر، في اي شكل، ولد او بنت، راجل أو ست. يمكن إحنا كان عندنا صورة ذهنية بتتصدر لنا إن الفريسة دايماً هتكون بنوتة صغيرة أو واحدة ست، لكن حالياً بقينا بنشوف إن الفريسة ولد صغير أو ممكن يكون راجل. عشان كده ضروري جداً إن إحنا من البداية نوعي كل الأطفال لأماكنهم الحساسة، والفكرة إنه لا يحق ولا يحق لأي حد إنه يتلمس جسده بشكل مزعج ليه، وإن دايما نقول للأطفال إن لو حصل إن حد لمسك بشكل غير مريح أو في الأماكن الخاصة بيك it's okay إنك تيجي تقول لنا، إنه بديهي لازم تيجي تقول لنا، إنه من الطبيعي إنك تعبر عن كده. الحاجة التانية إنه لازم أمرن الأطفال على قول لا، لانه احيانا كتيره الولاد ما يكونوش اتعودوا على كلمه انهم يقولوا لا ما تلمسنيش، لان احنا عودناهم ان طنط وانكل يحضنوا ويعبطوا، فهم بيبقوا مش فاهمين هو انا اقول امتى لا وامتى اقول اه. فحتى لو حد صياد ابتدى يحاول انه يصطاد الفريسه ويبتدي يتلمسها بشكل غير مناسب، الطفل ما بيبقاش عارف ازاي يقول اذا كانت مناسب ولا مش مناسب. هو انزعج لكن مش عارف يقولها، مش عارف يعبر عنها. فهنا بيبقى خوفه من التعبير هو خوف من رد فعل الوالد والوالده، الام والاب، لو راح قال لهم انه انكل او طنط او فلان او فلانه تلمسوني بشكل انا ما كنتش راضي عنه، انا انزعجت منه. وزي ما بنقول عودوا ولادكم انهم يقولوا لا لاي لمسه هم مش موافقين عليها، بنقول لكم انتوا يا كبار تتعاملوا ازاي لما حد يجي يقول لكم انه في حد تعدى خصوصيتي، حد قرب مني بشكل مش مريح، حد تلمسني بشكل مزعج. اول حاجه خد نفس. خبر بيبقى صدمه، بيبقى انزعاج شديد، بيبقى خوف ورعب، ولكن هعمل ايه بعد ما حسيت بالخوف والرعب؟ هو اهم حاجه، لانه الطفل بيقراها على وشي، فلازم اديله احساس بالطمانينه واشكره انه جه قال لي. اتعامل مع الموقف بشكل هادي، مفيهوش صوت عالي، مفيهوش زعيق، مفيهوش تهديد، مفيهوش وعيد، وانما في شكرا انك جيت قلت لي، كويس انك جيت قلت لي، اشرح لي ايه اللي حصل بالظبط، ايه الظروف اللي حصلت، وبعدها اطمنه انه انا هاخد له حق. كتير من الاهالي بتزعج جدا من فكره انه ده حد من الصحاب، او ده ولاد بيلعبوا مع بعض، او ده حد من اللي بيخش البيت عندنا دايما، او ده حد من اللي بيساعدنا في البيت. لازم احط امان وسلام ونفسيه طفلي فوق اي اعتبارات تانية، لانه في المرحله دي الطفل لو ما حسش ان انتوا بتاخدوا لي حقي هيبتدي يستشعر بانه حاجه من الاتنين، يا انا حقي على طول مسلوب، فمعنى كده انه هيكبر شخص سلبي ملوش اي كلمه في اي حاجه، يا اما هيبقى حاسس ان انا حقي ما اتاخدش، فهيكبر ويبقى شخص عنيف وعدواني ضد المجتمع، لانه هو من وهو صغير المجتمع الصغنطوط اللي حواليه ما خدلوش حقه، ما وقفش جنبه، نهاه
وعنفه واتخانق معاه وغلطه. غلطته الطفل هيحس بايه؟ انا مش بس الاخر اعتدى عليا او تخطى خصوصيته معايا او تلمسني بشكل مزعج فجر جوايا احاسيس بعدم الامان، ده انا حتى دايره الامان الصغيره بتاعتي اللي هي ماما وبابا كمان حسسوني بعدم الامان وعدم القبول وغلطوني. دي لها اثار نفسيه بتبقى موجوده في الطفل وبتبتدي تبان في سلوكه بعد كده. وده السؤال اللي امهات كتير بتيجي تسالني، هو انا ازاي اطمن ان كان ابني تعرض لاي حاجه او بنتي تعرضت لاي نوع من انواع الايذاء الجنسي ولا لا؟ اي تغير في طبيعه الطفل بتؤدي بيا ان انا افكر انه تعرض لحاجه مش عارف يقولها في صوره كلمات، ولكن بتظهر في صوره تصرفات عدوانيه، عصبيه، خناق، بيكسر لعب بتاعته، البنت ما عادتش عايزه تروح حتت معينه كانت بتروحها، الولد مش عايز يروح التمرين. يبتدي يبان عندنا بعض الاعراض الفسيولوجيه زي الخوف، تعلق بيهم، يلزقوا فيهم، تبول لا ارادي، ارقده الضوافر، كلها حاجات بتنم على انه الطفل في حاجه مش طبيعيه، ابني اتغير، في حاجه حصلت ويمكن تكون فاتتك في وقتها انها تعرفيها، لكن ابتدت تبان آثارها على تصرفات الطفل. الأم الواعية والأب الواعي هو اللي يقعد مع الولد ويشوف هو ايه الجديد، هو اللي يديله فرشة الأمان انه يحكي، انه يقول. لو مش عايز يروح عند في سين أو صاد من الناس اللي كان معتاد يروح عندهم، يحاول يعرف هم مضايقينه ليه. للأسف الشديد 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 كتير من الأهالي لا يعني ايه روح قرب من فلان وروح بوسه واحضنه واعمل وسوي. الولد منزعج من لمسة فلان، البنت منزعجة من ان تتحط في الموقف ده، مش عايزة تكون هناك، وتكتشف ان الاهل عن جهالة بيدفعوهم ناحية الشخص اللي هم خايفين منه. عشان كده ضروري جدا الاهل يبقوا بيفرشوا فرشة الامان. احكي لنا ايه اللي حصل. في حاجات بتحصل ساعات غصب عننا ما بنبقاش عارفين نقولها، ساعات بنقعد نرسم معاهم ونشوف هم الرسومات بتاعتهم بتعبر عن ايه الانزعاج اللي باين ليا في تصرفات كتير. هل معنى ان الطفل او المراهق او الكبير سكت ان هو موافق؟ لما بتيجي بنت تشتكي لمامتها وتقول لها ان الموضوع ده كان بيحصل بقاله شهرين 3 وسكتي ليه؟ هي متخيله ان البنت كانت تقدر تتكلم. السكوت مش معناها ان هم كانوا راضيين، والسكوت مش معناها ان انا راضي، قد ما ان ممكن يكون السكوت معناه ان انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتكلم مع مين، مش عارف اقول ايه، اعبر ازاي. واحيانا من كتر ما انتهاك الخصوصيه ده بيبقى مزعج ليهم، من كتر ما بيفقدهم القدره على التعبير عنه، التعبير اللفظي، التعبير بيظهر في صورة تصرفات، لأن اللسان عاجز عن إنه يحطه في كلمات. أحيانا برضو بشوف لعب الأطفال مع بعض، وتكلمني الأم وهي منهارة إن الطفلين بيلعبوا مع بعض واكتشفوا إن اللعب بتاعهم خارج حدود اللياقة أو حدود الآداب العامة، لعب ممكن يكون فيه صفة جنسية. الانزعاج هنا مبرر، لأن دايما إحنا ككبار مخنا بيروح لحتة بعيدة قوي، بيروح لحتة بعد 20 سنة ابني هيبقى شكله إيه، فاللي تتخيل إن هو هيبقى عنده اضطراب أو عنده مشكلة أو إن هو هيبقى مش نمطي ومش تقليدي، فتبتدي تتصرف بعنف، تبتدي تتصرف بنوع من انواع الترهيب ونوع من الارهاب. ده مش هيحل المشكله يا مدام. حضرتك لما تضرب ابنك ولا لما تتخانق معاه ولا تمنعه من انه يشوف صاحبه، ده مش ده اللي هيحل المشكله. اللي هيحل المشكله الحل السليم هو ان انا اقعد وافهم ايه اللي كان بيحصل، حصل ليه، وكمان بقاله قد ايه، وايه الظروف اللي كان بيتحط فيها. لانه زي ما بنقول ان الصياد ممكن يكون كبير عن الفريسه، احيانا كتيره الصياد والفريسه قريبين من السن من بعض. واحد ابتدى يتفرج على حاجه، شاف حاجه، سمع حاجه، فقال طب اجرب مع صاحبي، وصاحبه وافق، مش عشان هو عايز كده، عشان اكيد في طعم محطوط في الموضوع. واكتر طعم لقيته منتشر في السن الصغير هو إحساس الضحية إنه غير مقبول، غير متشاف، غير مسموع. فلما يجي واحد صاحبه يشوفه ويقبله ويحبه ويبقى لطيف معاه، القبول في حد ذاته له تمن، فبيكون التمن هو الممارسات اللي بيمارسوها مع بعض ويجبروا عليها، أو ممكن يهددوا، أنا مش هصاحبك، أنا مش هاخدك معايا، أنا مش هحبك، أو فنلاقي إن الصياد بيتمتع بالذكاء والفطنة والحكمة والبصيرة ازاي يختار الضحية وانهي نوع من انواع الطعم يتحط للضحية. الطفل اللي شايف ان هو مسلوب الحقوق، او انهم مش واخدين بالهم مني، او ان هم ما بيحبونيش، او ان هم مش مهتمين بيا، ده الطفل اللي هيبقى عرضة اكتر ان لما حد يديله اهتمام او حب او رعاية يعمل له اي حاجة هو عايزها، حتى لو كانت الحاجة دي ضد ارادته.
حتى لو كانت الحاجه دي ضد مبادئه. هو صغنطوط بس اكيد اهله علموه شويه مبادئ هي ضد مبادئي، بس في سبيل ان انا اكون مقبول ومحبوب انا مستعد اعملها. احيانا اللعب بين الاطفال بياخد صبغات ومسميات مختلفه، لكن طالما في تعدي فيه على الخصوصيه او على الحرمه الجسديه يبقى معنى كده ان هنا ده لعب فيه خطوره ولازم نتدخل. هتيجي وتقول لي يعني اعمل ايه مع الطفل بتاعي؟ هقول لها بنعمل حاجه بسيطه جدا، بنجيب صوره كرتونيه لولد والبنت وهم لابسين المايوهات اللي بينزلوا بيها البحر، وبنقول لها ان كل ما هو بنخبيه واحنا نازلين وانتوا عندكم 4 و5 سنين، دي اماكن مش مسموح لحد ان يشوفها ومش مسموح ان حد يطلع عليها، ولو حد هيطلع فلازم يا ماما يا بابا يبقوا موجودين، عشان لو هنروح للدكتور هنطلع على حته زي دي لو فيها مشكله فيبقى في وجود ماما او في وجود بابا. ان انا اعلم ولادي ازاي يحترموا خصوصيه جسمهم انا بعلمها لهم من بدري، ونفس الحكايه انه ما ينفعش حد يلمسك غير لما يستأذنك، ودي من اكتر الحاجات اللي الاهالي ما بتاخدش بالها، بتزق الطفل ان هو يتلمس من الاقارب ومن الاصدقاء ومن الاحباب. لا حضرتك لازم الاقارب والاحباب يستأذنوا قبل ما يلمسوا الطفل، لان دي من الحاجات اللي بتقوي عند الطفل احساسه بانه مش مسموح لحد يلمسني غير لو انا سمحت له. فلما حضرتك تحطي الفكره دي في دماغه بيبقى ده البذره اللي هيبتدي فيها يعرف انه محدش يلمسني غير لما اكون موافق. مع البذره الثانيه بتاعت ان في اماكن ما ينفعش انها تتلمس خالص تحت اي مسمى من المسميات، هنا انا لما اضم الاثنين دول مع بعض ابقى الطفل ابتديت اعلمه ازاي خصوصيتي وان جسدي له حرمته اللي ما ينفعش ان حد يلمسه من غير موافقتي. دي بدايات ازاي الطفل يحمي نفسه من انه يتعرض لاي نوع من انواع الاساءه الجسديه. نمره 2 ان انا ابقى دايما مدياله فرصه انه يحكي ويتكلم في اي موضوع. هندخل بعد كده في اللي هم اكبر سنا شويه. طب المراهقين في مرحله كده فيها استكشاف، فيها نوع من انواع الهرمونات اللي بتلعب في الدماغ اكتر ما بيبقى فيه كده معايير نقول لا، في اندفاع ورا بعض التصرفات اللي ممكن تكون مخله بالاداب. لازم لما الاقي سواء ابني بيعمل حاجه زي كده او اتعرض لحاجه زي كده لازم اتدخل، وهتدخل عشان اعرف ابني بيعمل كده ليه. شغل بقى الديفنسات اللي احنا بنلعبها وانا ابني وانا ابني وانا ابني وانا بنتي وانا بنتي وانا بنتي، ده مش هيفيد. حتى لو عملت كل الشبوره اللي انت عملتها دي قدام الناس، بينك وبين نفسك لازم تسال نفسك سؤال، انا ليه ابني يعمل سلوك غريب كده؟ ليه يعمل سلوك مش متعارف عليه؟ ليه يلجأ لحاجه ممكن تأذيه؟ هنا لازم اعرف البيت شكله ايه، قوانينه شكلها ايه اللي بيتيح وايه اللي بيمنعه. لانه اغلب المراهقين اللي بيقدموا على انهم يلعبوا دور الصياد دول مراهقين اتعرضوا انهم كانوا يا اما كانوا سمكه في يوم من الايام فحد اصطادهم، او هم عندهم نزعه عدوانيه ضد المجتمع. وفي الكبار لما يبقى راجل كبير وبينتهز الفرصه ان هو يصطاد فريسه، عاده بيكون عندهم عدوانيه ضد المجتمع لأي سبب من الأسباب. بابا ما كانش مهتم بيه، مامته كانت ست قوية، المذر فاذر فيجر بالنسبة له كانوا متلخبطين، إحساسه بالدونية، إحساسه بالضعف، فبيحاول يستقوي بفعل ما يقدرش يعمله قدام الناس لكن يعمله في الخفا. وعشان لا يجرم وتفضل الفريسة في إيدي أوهمها بالحب والاهتمام واعمل قصص واعمل أفلام واعملها كنوع من أنواع الألعاب السرية اللي ما ينفعش نقول فيها لحد. فعشان كده لما نيجي نفكر نشوف هو الصياد إيه خصائصه هنلاقيها مختلفة، وممكن يكون شخص بعيد تماما عن الشبهات. مش معنى كده ان احنا هنشك في كل الناس، ومش هقدر ان انا ابقى طول الوقت ماشي عمال احلق على عيال ما يعرفوش لهم فرصتهم انهم يكبروا ويختلطوا بالناس ويفوتوا في تجارب. وظيفتنا كآباء وأمهات ان احنا نبقى مخنا عارف ايه اللي ممكن ولادنا يتعرضوا له فنحصنهم ضده. عارفين زي ايه؟ هو حضرتك بتلتزمي بجدول تطعيمات اولادك وهم اطفال ليه؟ عشان الطب قال هم عرضة لعدوى معينة ممكن تأثر فيهم وفي حياتهم في المستقبل. عشان كده انت عارفة ان الجيل الجديد والمستقبل كله ممكن يكون في ناس زي دول. انا اطعم ولادي واحصنهم احسن ما ان انا ولادي يعيوا واقعد اعالج فيهم.